بعد موت امي ابويا بقى يعمل معايا حاجات غريبه جدا وحاجات حرام وما يرضيش ربنا ابدا. انا بنت عندي 19 سنه، امي توفت بعد صراع طويل جدا مع المرض، وبعد كده فضلت انا وابويا عايشين لوحدنا. احنا من اسره عاديه جدا، وابويا يعني كان شغال شويه بيبيض شويه، اللي عنده حاجه ممكن يشيل يساعده، يبتدي ان هو اي شغل يجيب لنا بيها اللقمه والسلام. انا ما كملتش تعليمي ودراستي ابدا بسبب برضو ابويا. انا بصراحه كبنت يعني جسمي سابق سني شويتين، يعني زي ما بيقولوا كده البنت اللي جسمها فعلا فاير، وده حاجه مش بايدي ابدا. المهم ان المفروض ان ده ابويا واول بني ادم واكتر بني ادم في الدنيا يحافظ فعلا المفروض عليا. من بعد موت امي بدات تصرفات ابويا بصراحه تتغير جدا، بدا ابويا يبص لي بصات مش لطيفه ابدا. وطبعا احنا كبنات او كستات عموما بنبقى عارفين الشخص اللي قدامنا بيبص لنا ازاي. في البدايه بدات اكذب احساسي ده واقول يعني استحاله، ده ابويا ازاي ممكن هيبص لي بصه مش لطيفه او يبص على جسمي بصه مش كويسه. ولكن الموضوع ده اتكرر كتير كده، بدا كمان يعمل تصرفات العن من كده. بدا ان هو يعني اما ادخل الحمام يبتدي يبص عليا من خرم الحمام، لدرجه ان انا بقيت لما ادخل الحمام احط بقى ورقه، احط هدومي اعلقها كده اداري بيها اي حاجه، لدرجه انه كرهني والله ادخل الحمام وهو موجود معايا في طول الوقت. انا عايشه في رعب وخايفه جدا. بدا بقى بعد كده الموضوع يتطور مع ابويا اكتر، بدا ان هو يمد ايده عليا، قال يعني بيهزر. اوقات كتيره جدا يقول لي انت هتكبري عليا، ده انت بنتي وحبيبتي، تعالي يا حبيبتي هنا على حجر ابوك. كنت ابص له كده واضحك واخد الموضوع بهزار واقول له ايه يا بابا اللي بتقوله ده؟ لا انا بتكسف. يقول لي يا بنتي ده انا ابوكي، اقول له لا 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 مش هينفع. وكنت اهرب منه ب 6000 حجه وحجه. بدا ان هو في الرايحه وفي الجايه يمد ايده عليا او يضربني على اماكن حساسه شويه في جسمي. ما ينفعش اب يعمل كده مع بنته. ما بقتش فعلا عارفه اعمل ايه. احنا يا جماعه كعيله ملناش اختلاط بحد، يعني لينا عيله وكل حاجه وعندي قرايب، بس كل واحد مالي في حاله. وانا ما عنديش كمان الجراءه اروح بصراحه احكي او اتكلم مثلا مع خالتي اقول لها ده بابا بيعمل يا خالته معايا كذا، او بيمد ايده عليا، او انا حاسه ان هو بيبص لي بصات مش كويس. ولكن ليا صاحبه واحده بس، صاحبتي دي هي الوحيده اللي بقعد افضفض معاها واقول كل اللي في قلبي وكل اللي في نفسي. بدات اتكلم مع صاحبتي واقول لها يعني انا ابويا ده حاسه ان هو بجد مش ابوي. بقت تقول لي يا بنتي ازاي؟ قلت لها والله تتخيلي ان ابوكي ممكن يمد ايده او يعمل معاكي حركه زي كذا، او يبص عليكي وانت في الحمام، او مثلا يقول لك تعالي اقعدي على حجري وانت زي ما شاء الله كده؟ طبعا صاحبتي ما بقتش مصدقه ابدا كل الكلام ده، وبقت تقول لي معقوله انت ابوكي فعلا بيعمل كده؟ بقيت اقول لها والله انا مش قادره اصدق ولا عارفه اتعامل. يا بنتي ده انا بالليل بحس بيه وهو بيسحب الغطا بشوش جدا من عليا، بقوم منفوضه بقوم خايفه. وصل بيا الامر اني بمسك الغطا زي البيبيهات الفه على وسطي وعلى جسمي قبل مثلا ما انام على السرير، علشان ما يبقاش سهل ابدا انه يسحب من عليا الغطا. انا بقيت عايشه فعلا في مرار وفي غل، والاسم ان انا مع ابويا. طبعا ما حدش ابدا ممكن يصدق ان في اب يعمل كده مع بنته، بس دي المأساة اللي انا عايشاها هنا. فعلا الكارثه والمصيبه بالنسبه لي. انا حاسه ان انا مش هعرف ان انا طول الوقت ادافع عن نفسي. انا اضعف كتير جدا من اني طبعا اقف قصاد ابويا او اقول له ايه اللي بتعمله، او اقول له ما يصحش، او اخد موقف او ازعق او انفعل. انا اجبن من كده. اول حاجه ابويا ايديه طويله، وياما كنت بشوفه وهو بيضرب وبيعذب امي، فانا دايما طول الوقت بحاول اتلاشى النقطه دي. طول الوقت مهما يقول لي على حاجه اقول له حاضر واقول له نعم، علشان خاطر ما يضربنيش او ما يمدش ايده عليا. انا بجد ما بقتش عارفه الجا لاي حد. وبعدين انا في الاخر قلت ابعت لك مشكلتي دي علشان بجد اخد راي حضرتك وراي كل المتابعين اللي عندك. فعلا لو فعلا حد عنده اب زي كده او بيمر بنفس الظروف اللي انا فيها دي، ممكن يعمل ايه ويتصرف ازاي، خصوصا لو بنت ضعيفه زي فعلا وما فيش اي حيله في ايديها تقدر تعملها او اي حاجه تقدر ان هي فعلا تدافع بيها عن نفسها قصاد اب فعلا زي كده. انا شاكه جدا ان هو فعلا يكون ابويا. فمن فضلكم تقولوا لي فعلا اعمل ايه واتصرف ازاي مع ابويا ده.